السلام عليكم. الفيديو ده هتكلم عن فرص السفر بعد التخرج من كلية الطب. من اكبر ميزات الكلية على فكرة، من اكبر ميزات انك انت دكتور بشري، ان انت هتعرف تسافر. في نقص عالمي في العالم كله في الدكاترة، فمفيش بلد مش محتاجة دكاترة. الفيديو ده معلومات سطحية جدا، هي بس حاجة كده فرشة عشان تبدأ من بعدها تدور على كل سكة. بقى النهاردة هنتكلم ايه هي فرص السفر بعد التخرج من كليه الطب، وهل ينفع تسافر قبل الامتياز ولا ما ينفعش. اول سؤال هنجاوب عليه، هل ينفع تسافر قبل ما تخلص امتياز ولا لازم تخلص امتياز؟ انا معلوماتي ان انت لازم تخلص الامتياز عشان تاخد شهاده التخرج بتاعتك. تاني حاجه، عشان تعرف تسافر كليتك لازم تبقى معتمده. فللاسف احنا في مصر دلوقتي، يعني انا مش قادره اقول الحمد لله بصراحه في الامر ده، والحمد لله على كل شيء، بس مش قادره اقول ان دي ميزه بصراحه، ان بقى في كليات طب كتير جدا جديده. كليات الطب الجديده دي في منها مشكلتين. اول مشكله انه احيانا مبقاش فيها مستشفى جامعه. تاني مشكله ان احيانا ما بتبقاش معتمده اصلا، تمام، ما بتبقاش متسجله في ال World Directory of Medical Schools. دي ويب سايت او موقع عليه كل الكليات الطب اللي موجوده في مصر اللي هي معتمده عالميا. فانت اول حاجه لو انت خريج كليه طب لسه جديد، ادخل على الموقع ده شوف هي موجوده مدرجه فيه ولا لا. لو انت لسه في سنه اولى او ثانيه وما تعرفش كليتك فيها ايه، الله اعلم كمان 5-6 سنين كليتك دي هتدرج ولا لا. يعني انت ايه، حاول ان انت تفضل متابع الامر. وما اعرفش حلها ايه الحقيقه، اللي اتخرج من كليه لسه مش معتمده ما اعرفش ايه الحقيقه ايه الحل. تاني حاجه انها تكون معتمده جوده، لان برضو بقى في بلاد ما بتقبلش كليات الطب اللي مش معتمده اصلا. طيب بالنسبه، بما ان انا اصلا يعني شغاله في كليه طب قناه السويس اللي هي في الاسماعيليه، كليه طب قناه السويس طبعا الجوده والاعتماد عارفين وحافظين، فهي معتمده وموجوده طبعا بره. من الكليات الخاصه على ما اعتقد ومش متاكده من الكليات الخاصه اللي معتمده. يعني اللي انا متاكده منها جامعه 6 اكتوبر، واعتقد ماست، اعتقد مش متاكده في ماست، بس اللي انا متاكده منها 6 اكتوبر. بقيه الكليات للاسف ما عنديش اي معلومه، وكنت كاتبه معلومه، يعني كنت عامله فيديو تاني عن الكليات الطب المعتمده الحكومه والخاص. هعمل لكم لينك ليها هنا فوق، ابقوا خشوا عليه اتفرجوا. ده موجود عليه كل حاجه، موجود عليه كل المعلومات، روحوا شوفوا هناك. بس انا ما عنديش الابديتد. تمام، احنا كده خلصنا اول نقطتين. اول نقطه ان انت كليتك معتمده ولا لا، تاني نقطه ان انت لازم تخلص امتياز. طيب بعد كده انت دلوقتي اسمك ممارس عام، General Practitioner. ايه هي الفرص ان انت تسافر بشهادتك كده على طول؟ والله للاسف مفيش. يعني كده اي بلد انت هتسافر لها هتعمل امتحان معادله. حتى الخليج بقى في حاجه اسمها برومتريك، امتحان برومتريك السعوديه، امتحان برومتريك كده، يعني لازم كده هتعمل معادله خلاص، وده عادي مقبول مفيش مشكله. لو انت لسه متخرج، طيب كل بلد وليها امتحان المعادله بتاعها. يعني مثلا انجلترا امتحان المعادله بتاعها عباره عن اول حاجه بلاب 1 وبلاب 2. طبعا قبلها لازم تمتحن انجليزي. يعني اول حاجه بتمتحن انجليزي، اختبار اسمه OET او الايلتس. تمتحن حاجه من الحاجتين دول. OET اسهل شويه بس اغلى، الايلتس اصعب بس ارخص. كورس عاليه، يعني الايلتس لازم تجيب 7 في كل البرانشات. OET لازم تجيب باين مش فاكره، يعني حاجه B or above، بس OET اسهل. طيب فاول سكه هي ايه؟ سكه بريطانيا. وقلنا بنمتحن انجليزي الاول وبعد كده بتمتحن بلاب 1 وبلاب 2. لا، هتمتحن الانجليزي الاول في الدراسه في خلال الامتياز، وبعد كده البلاب 1 والبلاب 2 تكون مخلص. بعد كده بتعمل الجي ام سي ريجستريشن. السكه الثانيه اللي هي بتاعت امريكا، بتمتحن USMLE ستيب 1، USMLE ستيب 2 CK، وبعد كده تمتحن OET. كان في حاجه اسمها USMLE ستيب 2 CS، دي اتلغت وبقت OET. وبعد كده بتمتحن ستيب 3. انت طبعا ممكن تسافر من اول ما تخلص ستيب 2، يعني تمتحن ستيب 1 وستيب 2 وتتكل على الله. ثالث سكه اللي هي المانيا، ودي بيبقوا عايزين لغه بس مش اكتر. رابع سكه اللي هي استراليا، ممكن بالبلاب او بالUSMLE تروح استراليا، وممكن تمتحن الامتحان بتاعهم في استراليا وتروح. الامتحان بتاعهم حاجه اسمها AMC، غالي شويه وصعب شويه، بس هو امتحان واحد وعلى كلينيكال نوليدج، مفيش بيزك ساينس، مفيش حاجه. خامس بلد اللي هي كندا، عندك سكتين، يا اما ان انت تقدم على بروفايل هجره وتقعد تعد النقاط بقى وكده وتسافر على اي وظيفه، وفي خلال وانت بتقدم في خلال وانت بتسافر على اي وظيفه، يعني حتى لو اتقبلت على وظيفه ريسيرش او حاجه ممكن تبدا تحضر المعادله بتاعتك.
او السكه الثانيه ان انت وانت قاعد هنا في مصر او في اي بلد ايا كان ان انت تبدا تحضر المعادله بتاعتهم اللي هي شبه المعادله بتاعت امريكا، برضو ليها امتحان اولاني وامتحان تاني. الامتحان الاولاني اسمه MCCQE والامتحان التاني اسمه NAC. اول واحد الامتحان الاولاني ده Basic Sciences MCQ والامتحان التاني ده OSCE. يعني كل السكك مكلفه. نبدا الاول حاجه بارخص حاجه اللي هي سكه انجلترا. الامتحان البلاب بالGMC بكل حاجه بالOET بالحكايات كلها هتكلف حوالي 5000 استرليني بكل الحبشتكنات اللي في النص بالكورسات بكل حاجه. ده ارخص واحد على فكره. نيجي بعد كده لمثلا المعادله الامريكيه. المعادله الامريكيه الميزانيه بتاعتها من اول 15000 ل 20000 دولار، برضو من اول السكه لاخرها. لان انت مثلا في المعادله الامريكيه محتاج ان انت يعني في حبشتكنات كتير في النص. يعني عشان انت يبقى الCV بتاعك كويس، خاصه ان هم دلوقتي ستيب 1 بقت pass or fail، ما بقتش سكور. يعني كان زمان كان بيبقى سكور، دلوقتي لا pass or fail يعني نجاح او سقوط. فحكايه الباس اور فيل دي هتعتمد اكتر على الكومبوننتس الثانيه اللي موجوده في الCV بتاعك. انت عملت فولنتري ورك ولا لا، انت عملت ريسيرش ولا لا، عملت بابليكيشن ولا لا، قدمت كونفرنسز ولا لا، هل انت اكتف، هل انت اكسترا اوردينري ستودنت ولا لا. فبالتالي هتشتغل على الCV جامد. فعشان تشتغل على الCV جامد هتحتاج فلوس، لان انت عشان تعمل مثلا US clinical experience اللي هي حاجه مهمه قوي عندهم، ان انت تروح تشتغل في امريكا، يعني عندك كلينيكال اكسبيرينس في امريكا، هتدفع فلوس. هتدفع فلوس الاوبزرفرشيب او الحاجه اللي انت هتروح تتمرن فيها، وهتدفع فلوس المعيشه، هتدفع فلوس. تمام. فسكه امريكا مكلفه شويه عن بقيه السكك. سكه استراليا برضو مكلفه، حوالي 10000 او 11000 دولار استرالي. سكه كندا برضو مكلفه، يعني سكه كندا برضو هتدخل لها في 20000 دولار، برضو نفس الكلام. ده اول جزء اللي هو ايه لو انت لسه متخرج. هل في فرصه اسافر الخليج وانت ممارس عام؟ برضو لا. وان سافرت هتسافر كده وهتشتغل اي وظيفه تانية، وجنبها ممكن تروح برايفت كممارس عام في اي عياده، شيء مش مضمون بالمره ورواتبها اي كلام. فما تسافرش الخليج وانت لسه متخرج. الخليج تتسافر بعد ما تقعد لك مثلا كام سنه في دوله اجنبيه وترجع لهم بشهاده اجنبيه بباسبور اجنبي. الخليج يتسافر له بعد ما تخلص البورد بتاعك في مصر، او تخلص الماجستير بتاعتك في مصر، او تخلص الدكتوراه بتاعتك في مصر، بعد ما تبقى انت اسست نفسك مهنيا وطبيا كويس، معاك شهادات قويه، تقدر تسافر على راتب كويس. ده الخليج. والخليج طبعا بيفضلوا الشهادات الاجنبيه. فنيجي بقى للنقطه الجايه اللي هي ايه لو انت قاعد في مصر تخرج هتسافر فين. عندك اوبشن ان انت يا اما تحضر، اولا اوبشن امريكا خلاص تنسى او مش تنسى، يعني هيبقى بقى ايه الفرص فيها اقل من اللي لسه حديث تخرج. دي امريكا. انجلترا لا، هتحضر بقى حاجه اسمها معادله فيلوشيب او ممبرشيب اللي هي MRCP MRCS او FRCP FRCS بتاعه الرويال كوليدج. تحضر الزمالات دي وممكن تسافر بيها على كونسلتنت، على استشاري، يعني تخلص برضه شهاداتك في مصر وبعد كده تسافر على استشاري. الخليج نفس الكلام، ممكن تعمل كده، يعني تخلص الشهادات الاجنبيه بتاعتك من مصر وبعد كده او تخلص البورد او كذا وتسافر على استشاري. ده كده يعني زي ما بقول كده بالبلدي فرشه، تبدا من بعدها تدور على كل بلد تعمل ايه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.